ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكويسين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم كلكم. النهاردة هبتدي معاكم بأول مشكلة من المشاكل اللي جاتلي على الاسك اللي انا عملته على انستجرام وفي الرسائل اللي بتجيلي على الخاص. لما ابتديت ان انا اسأل حابين نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية، جالي مشاكل كتير. الناس حابين يعرفوا رأي المتابعين في التعليقات، وعايزين يعرفوا رأيي برضو في الفيديو. فطبعا مش هقول اسماء ولا اي حاجة من الحاجات دي، بس هحكي المشكلة. فيلا بينا نبتدي على طول. واللي مش عندي على انستجرام وعايز يبعت لي اي حاجة خاصة بالمشاكل او باي سؤال، هتلاقوا اللينك تحت موجود في الديسكريبشن بوكس. ابعتوا لي كل اللي انتوا عايزينه وانا برد على كل الناس. يلا بينا نبتدي على طول. بصوا، انا طبعا مسجلة هنا علشان في حاجات بتبقى كتير طويلة يعني. هقرا لكم المشكلة. هي بنت، هي في يعني اغلب الحاجات مشاكل ليها علاقة بالعلاقات، 2 متجوزين 2 مخطوبين الكلام ده كله. لكن هو مش شرط ابدا تبعتوا لي المشكلة تكون خاصة بكده، ممكن تبعتوا اي سؤال انتوا عايزينه او اي مشكلة حابين نتكلم فيها. طيب، اول حاجة البنت دي بتقول: انا عندي 25 سنة ومنفصلة من سنة. لقيت جوز صاحبتي الانتيم بعتلي بيقول لي انا بحبك، المهم انا صديته وقلت له عيب، انت شفت مني ايه علشان تقولي كده؟ وبعدين مراتك صاحبتي، عيب عليك واحترم نفسك، وانا مش متابعه وانا مش بتاعه الحاجات دي. انا قفلت على الموضوع، قلت اسكت خالص وما اجيبش سيره. لقيت صاحبتي بتكلمني وبتضحك وبتقولي احنا عملنا فيكي مقلب، وكنا متراهنين انا وجوزي انك هتكلميه او لا. قلت لها هي الناس لعبة، هي الناس لعبة في ايديكوا علشان تعملوا كده يعني. وزعلت وقفلت السكة في وشها، ودلوقتي انا مقفولة منها وبتبعتلي ناس عشان اصالحها، بس انا قلبي اتقفل من ناحيتها. اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا هستنى تعليقاتكم وردكم للبنت يعني، وهقول رأيي في الفيديو دلوقتي. طبعا يعني دي صديقة غريبة جدا. يعني انا رأيي الشخصي ان انتي طبعا ما تتعامليش معاها تاني، لا، لان دي مش صديقة، ما تعتبرش ان هي صديقة. يعني هي في ناس بتحب تهزر، بس ده كده مش هزار، ده كده الموضوع خرج بقى عن اطار الهزار. يعني كده الموضوع بقى سخافة وبقى حاجة مش لطيفة ابدا. يعني ايه ان هي تعمل كده وما في 100 حاجة تاني نهزر فيها؟ يعني ايه الهزار السخيف ده؟ فهي تفكيرها غريب. هي ممكن تكون طبعا فعلا بتهزر عادي، لكن مش لطيف ان هي تعمل كده، وفي الوضع اللي انتي فيه، وان انتي زعلانة وان انتي متضايقة وكده، وتيجي تعملك حركة زي دي. فطبعا يعني تصرفها غريب جدا، وجوزها هو كمان غريب ان هو يوافقها على مقلب زي ده. فهما الاتنين تصرفاتهم بالنسبة لي مريبة وغريبة. فطبعا لا، ما تعمليش حاجة وما تحاوليش ان انتي ترجعي تتكلمي معاها تاني، ملوش لزوم يعني برضو انتي ليكي كامل الحرية، بس انتي طلبتي رأيي ورأي الناس في التعليقات. فانا شايفة انه اللي يعمل تصرف زي ده ما يبقاش صديق. يعني ازاي؟ هي عارفة ان انتي اكيد متضايقة، وعارفة ان انتي اكيد في وضع مش لطيف، وعارفة انه حاصل معاكي حاجة طبعا صعبة، واكيد لسه متضايقة بعد اللي حصل معاكي. فما فيش مجال لسخافة زي كده. يعني بدل ما هي تحاول ان هي تعمل العكس، ان هي تكون لطيفة علشان تخرجك من الاجواء اللي انت فيها ومن المود الوحش ومن الكلام ده كله، تروح هي تفكر في مقلب زي ده. فانا بصراحة يعني لو انا لا، ما مش ابدا صديقة ينفع ان هي تكملي معاها. تصرفها غريب ومريب. يعني انا ما اعرفش والله ايه التصرف الغريب ده. يعني غريب بالنسبه لي، اول مره اسمع مقلب زي ده واستخفافها وهي بتقولك ده احنا عملنا فيكي مقلب يعني استظراف. يعني ما عنديش راي اقوله غير ان ده استظراف. فانتي خلاص، لو انتي هي صديقه مثلا من ايام الطفوله، من زمان بقالك سنين بتعرفيها، ممكن تتعاملي معاها، بس يعني في اقل الظروف. يعني اللي هو نادرا جدا، اللي هو انتوا مش متخانقين ولا انتوا صحاب،
اللي هو خلاص انتي عادي شفتيها في حتة مثلا بتسلمي عليها وخلاص على كده. ده رأيي الشخصي. لكن بصراحة التصرف مش لطيف ابدا ابدا، وانا هستنى كل تعليقاتكم. يمكن انا عندكم رأي تاني غير اللي انا قلته، اكتبولي في التعليقات متفقين مع نفس الكلام اللي انا قلته ولا لأ. التصرف غريب جدا جدا بالنسبة لي، مش حاجة مضحكة خالص خالص. يعني انا معرفش هي شخصيتها بتحب تعمل مقالب ولا هي ايه اللي هي بتعمله ده، انا مش عارفة بصراحة. وجوزها ده كمان برضو تصرفه غريب جدا جدا، ان هو يوافق على حاجة زي كده من باب المقلب ومن باب الحاجات دي كلها. يعني لا، تصرف فعلا فعلا ما ينفعش. وان انتي تعملي ايه دلوقتي؟ زي ما قلتلك عندك حل من الاتنين، يا اما ما تكلميهاش خالص ولا تتعاملي معاها تاني، يا تخليكي في موضوع بس ان انتي بتسلمي عليها وخلاص. لو قابلتيها في حتة بالصدفة لا اكتر ولا اقل، وانتي طبعا مش مقفورة، وانتي طبعا معاكي كل الحق وما تزعليش. لان انتي يعني انا حسيت من الرسالة ان انتي يعني شايله هم ان انتي تكوني مثلا مزوده الموضوع او الكلام ده كله. لا، مش مزوده الموضوع، الحركه مش حلوه ابدا ابدا. دي كانت كل حاجه للفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. الفكره في المشاكل دي والهدف منها هكلمكم باختصار كده. ناس كتير ممكن يكون عندها مشكله شبه الموضوع ده، فيبداوا ان هم يستفيدوا بالرد وبردود الناس في التعليقات. دي مجرد اراء، كل واحد بيتكلم عن رأيه الشخصي. ف يعني محدش بينظر على حد، ولا انا طالعه انظر ولا اقول ان انا رأيي هو الصح في كل الحالات. لا طبعا انا بتكلم عن رأيي الشخصي بما اني اتسألت. ف دي فكرة الفيديوهات اللي هتيجي الفترة الجاية. دي مشكلة رقم 1. استنوا في الفيديوهات الجاية بقى، هي سلسلة كده هتبقى مشكلة رقم 2 و3 وهكذا بقى. الفكرة منها والهدف منها ان احنا نساعد بعض. ساعات مثلا الواحد بيكون عنده مشكلة ومش حابب يحكيها للناس اللي بيعرفهم لأي سبب من الأسباب، محرج، مش عارف يعمل ايه، ايا كان. فبيبقى الهدف كده ان احنا نساعد بعض ويعني حاولوا ان انتوا برضو في مشاكل كتير تانية اصعب من كده ان انتوا قولوا رأيكم بحيادية. يعني انا برضو على قد ما بقدر لازم ان انا اكون حيادية، بلاش القسوة في الآراء يعني والتطرف الزيادة عن اللزوم، اللي هو يعني يبقى يا كده يا كده. لا، ممكن في حلول كتير وسط. لكن مثلا في حاجة زي بتاعة النهاردة دي لا، يعني انا فكرت كتير ملهاش حل وسط بصراحة. يعني ما هي ملهاش، هو يا كده يا كده، مفيش حل تاني ممكن ينفع. فاكتبولي زي ما قلت لكم كل التعليقات بتاعتكم عن رايكم في المشكله بتاعت النهارده. ولو عندكم اي اسئله روحوا بعتوها على انستجرام على الدايركت مسج، هناك انا هرد عليكم وهنعمل فيديو بالسؤال بتاعك او بالمشكله بتاعتك، من غير طبعا ما هذكر اي اسامي عن الموضوع ده. بس كده قولوا لي رايكم. كمان اكتبوا لي اقتراحاتكم، حابين نتكلم في ايه بعيدا عن المشكلات، وبرنامج اللي له علاقه بالمشكلات اللي المتابعين بيبعتوها. لو عندكم اي اقتراح لاي افكار حابين نتكلم فيها اكتبوها لي في التعليقات. لو حابين تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا بشكل قصير بقى، بكون موجوده اكتر الريلز والحاجات دي، هتلاقوني على الانستجرام وعلى فيسبوك وعلى التيك توك. كل اللينكات دي موجوده تحت في الديسكريبشن بوكس. وطبعا لو حابين تهتموا بقى ببشرتكم بشعركم بالحاجات دي كلها، بما اننا قربنا كده على دخول العيد، فهتلاقوني عامله بلاي ليست كتير جدا 3 أو 4 كده مختصين بكل موضوع لوحده. البشرة لوحدها، الشعر لوحده، كل الكلام ده الجسم لوحده. هتظهر دلوقتي على الشاشة، وهتلاقوها كمان في علامة الاي تحت في الديسكريبشن بوكس. هتستفيدوا جدا، انصحكم جدا تروحوا تتفرجوا عليها. واستنوني في الفيديو اللي جاي، وباي باي.